انا مش عايز اقف في حته ده تكنولوجي وده مهندس، مش عايز اقول كده. ازاي الشركات بتشوف خريجين الجامعات شغال انا دلوقتي ولا هو ولا فعلا كان تعليمهم مش قد كده، او كان الجامعه هي المسؤوله ان الطالب ده ما اشتغلش ولا الطالب ليه. انت هتفرق عن الشخص العادي ان انت هتفكر بفكر هندسي. اهلا بيكم في حلقه جديده من تيك زون. معاكم محمد زين. للي ما يعرفنيش انا كونتنت كريتور وديتا اناليست. معايا النهارده دكتور احمد فوزي وهو صديق عزيز عليا. دكتور احمد فوزي هو دكتور مهندس في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. دلوقتي في ناس كتير في الجامعات التكنولوجيه مش عارفه لما تخرج هتشتغل ايه، الشركات هتقابلهم ازاي. فالسؤال لحضرتك يا دكتور، دلوقتي ازاي الشركات بتشوف خريجين الجامعات التكنولوجيه؟ انا دلوقتي كشركه في حاجه بقى اسمها جامعه تكنولوجيه دلوقتي موجوده، طلع منها ناس خريجين وجايين مقدمين عندي. انا كشركه هبص لهم ازاي وهبدا اشغلهم ايه؟ هل هشغلهم زيهم زي المهندسين ولا هيبقى في رول مختلفه ووظائف مختلفه ليهم؟ فممكن حضرتك توضح لنا الموضوع ده. خلينا نتفق في البدايه ان الجامعات التكنولوجيه في مصر هو حوالي 10 جامعات، وان الدوله بتسعى انها في الفتره القريبه يبقوا حوالي 27 جامعه. ال10 جامعات دول اتخرجوا دفعتين، وبصدد ان هم يخرجوا جوه الدفعه الثالثه اللي هي هتخرج السنه دي ان شاء الله. طبعا الدفعات دي خلينا برضو نقول ان هم جزء كبير من الشباب دلوقتي في الجيش، فلسه السوق لم يتعرف او لم يحدث حراك واضح للسوق ان نبتدي نقول ان الجامعات التكنولوجيه بقت شريك اساسي وبقت موجوده، ولكن هي اصلا مبنيه تحت فكر معين انها شريك صناعي. ان الناس اللي كان عندها فقر او فقد انها مش لاقيه ناس عندها مهاره في بعض التخصصات الدقيقه، الناس دي الجامعات دي تبقى قائمه بمعاملها بكلياتها بتخصصاتها انها تدرب الشباب ده. فاحنا عايزين نقول ان ده الفكر اللي اتبنى عليه. طيب هل الفكر ده مسؤوليه الجامعه بس ولا مسؤوليه الطلاب؟ يعني انا دلوقتي كجامعه، انا دلوقتي ده طالب دخل عندي تخصص ميكاترونكس او طالب دخل عندي تخصص اي اي، هو الجامعه اديت له محتوى الدراسي بتاع الاي اي، هل الطالب بقى خلاص هو كده تمام بقى بتاع اي اي والجامعه هي المسؤوله ان الطالب ده ما اشتغلش، ولا الطالب ليه دور كبير على نفسه؟ لا، خلينا نقول دلوقتي ان في المجتمعات اللي احنا عايشين فيها وفي الفتره اللي احنا عايشين فيها الدور الاكبر هي الدور على الشخص نفسه، مش على الجامعه او على الكيان. يعني تعال نقول ندي مثال. انا دلوقتي حتى كان يقول انا اول ما اتعينت في الجامعه، اول ما دخلت الكليه، دخل وكيل الكليه قال لنا جمله واحده بس، قال والله يا جماعه انتوا هتبقوا خريجين هندسه، انت هتفرق عن الشخص العادي ان انت هتفكر بفكر هندسي، ولكن مش هيبقى عندك معلومات كبيره عن السوق. كل ما تحتك اكتر كل ما هتكتسب معلومات اكتر. يعني الفكره كلها في ترتيب الفكر، في ترتيب الافكار بتاعتك. اذا انت دلوقتي محتاج كشخص كطالب من وهو يعني في جريد 1 زي ما بيقولوا في سنه اولى يبتدي يشتغل على نفسه، حاطط لنفسه تراك هيبتدي يشتغل عليه، وبناء عليه نقول بقى ان الطالب ده ايه فرصته في السوق بعد الطالب المجتهد اللي اشتغل على نفسه، ايه فرصته في السوق. يعني دلوقتي نقدر نقول ان لسه ما فيش شكل واضح لخريجين الجامعات التكنولوجيه في الشركات، وانها دلوقتي يعني بتعامله كأنه شخص جاي من خلفيه هندسيه، وعلى حسب بقى النولج او الاكسبيرينس اللي عنده بتبدا انها تاخد القرار في انها تعينه او لا، او نحدد مرتبه او كل الكلام ده. اللي موجودين دلوقتي لما معظمهم في الجيش، فلسه دفعتين خريجين، عددهم مش عدد كبير قوي، فلسه لم يعني ما فيش تأثير كبير ليهم في السوق. ولكن انا بتكلم بقى، لا بقول دلوقتي لو انا صاحب شركه وتقدم لي خريج، سواء الخريج ده تكنولوجي او خريج مهندس، انا دلوقتي هقارن ما بينهم ازاي؟ في المهاره اللي انا جاي اساله عليها، في الشغل اللي انا اشتغله عليه. هل الراجل ده عنده الفكر ده؟ هل اساسيات موجوده عنده؟ هل هو قابل للتعلم؟ هل هو الراجل فليكسبل معايا وسهل ان انا اعرف اعلمه وان انا اقدر اوجهه في الشغل وسهل ان هو يكتسب مهارات؟ ولا هو خرج من الكليه ال4 سنين زي ما دخل زي ما خرج وما اكتسبش اي معلومه وما عندوش اي مهاره وما عندوش اي تعامل ومش فليكسبل؟ فهو الانترفيو بيوضح ده، وبناء عليه بيبتدي يتحدد السالري اللي الراجل ده يشتغل عليه. يعني من الاخر نقدر نقول ان مفيش فرق حالي لحد ما في دفعات اكتر انها تتخرج وتبدا تقدم، وقتها هنقدر ان احنا نقيس تاثير دوت في السوق. وهيبتدي يشوف بقى التكنولوجيين ده وصلوا لغايه فين في العمل،
في الوظائف اللي هم ابتدوا يحتلوها؟ هل بقى ليهم تأثير، ولا هل الراجل اللي ابتدى يعتمد عليهم هل الشغل بتاعه فعلا شغال، ولا فعلا كان تعليمهم مش قد كده، او كان موضوعهم مش تمام؟ انا في وجهة نظري انا حاسس ان لا، هيعملوا تأثير كبير، وان هيبقى ليهم رواج، وان هيبقى شغلهم كويس. الهدف لما يبقى واضح قدام الشباب، عارف ان انت راجل دلوقتي خريج اي اي، او راجل انت دلوقتي خريج ميكاترونكس، او خريج اوتوترونكس، او خريج اي قسم من الاقسام اللي موجوده في الجامعات التكنولوجيه. وانا كمان فرحان ان التخصصات دقيقه جدا، والتخصصات فعلا ما كانتش متواجده قبل كده. يعني لما اعرف ان في تخصص للطاقه الجديده ومتجدده، واحنا في مصر دلوقتي ما عندنا شمس جميله، يعني لو عملنا فرصه ان المصانع دلوقتي تبتدي كلها تشتغل بفكره السولار سيلز والطاقه الجديده والمتجدده، وانها تبتدي تشتغل بالفكر ده، فتخف الضغط على الشبكة، فتوفر لينا. طب ما دي حاجة كويسة جدا. هو ده وظيفة التعليم، ان انت تحل مشكلة في المجتمع. طيب دلوقتي يا دكتور، يعني عايز اعرف برضو قابليه الشركات لتقبل فكره ان بتقدم لها طلبه تكنولوجيا. دلوقتي احنا عرفنا ان خلاص لسه ما فيش دفعات كتير اتخرجت، لسه تاثيرهم ما بانش، لسه كل ده. انا بقى كشركه في توجه جديد، في حاجه اسمها طالب تكنولوجي جاي لي، فاخد الريسك واشغله، ولا الشركات بتحسبها ازاي يعني بالنسبه لحته والله الشغل بص، دي؟ في قطاع التكنولوجيا ده في كل حاجة سيرتيفيكت، شهادات. انا طالب مثلا، اديك مثال، انا طالب دلوقتي خريج نتورك، عندي شهادات معينة للنتورك. منها الراجل ده شغال في الهاردوير، فانا محتاج شهادات عالميه دلوقتي ان هو يبقى الراجل ده مجتازها. شغال في السوفت وير، عندي شهادات عالميه يبقى الراجل ده مجتازها. فاذا الطالب نفسه ده، هرجع اقول برضه، هرجع لك تاني، هو اساس كان عنده طب هل هو حاطط في دماغه ان هو اما يخرج هيشتغل في الشركه دي او في الفئه دي من الشركات؟ طب هو مجهز نفسه للسيرتيفيكتس دي؟ طب خلاص، والله لو هو كل الاسئله دي الطالب ده هيشتغل، الخريج ده هيلاقي شغل، وهيلاقي شغل في شركه انترناشونال، وهيلاقي شغل في القطاع الصناعي. لكن طالب، انا اسف، ما اشتغلش على نفسه، مش عارف فئة الشركات اللي بتستهدف التخصص بتاعه، مش عارف اصلا ايه الشهادات الدولية والشهادات المعتمدة اللي المفروض يبقى هو حاصل عليها عشان يبقى مؤهل يشتغل في الشركات دي. ما يجيش يطلب بقى يقول انا ما اشتغلتش ليه، ما هو انت الخطوات الاساسية في العمل ما مشيتش عليها. يعني انت هو دلوقتي عدد السوق مليان ناس هتشتغل، سواء مهندسين وغير مهندسين. وارجع اقول لك تاني، انا مش عايز اقف في حته ده تكنولوجي وده مهندس، مش عايز اقول كده. طب ما انا هرجع اقول تاني، طب ما الناس الديفلوبرز اللي شغالين في البروجرامنج، هل كلهم كمبيوتر انجينيرنج؟ استحاله. والشطار فيهم كلهم كمبيوتر انجينيرنج؟ لا. لكن هنا هو دخل نفسه في المجال، واعتمد نفسه في المجال، واشتغل على نفسه في المجال، فبقى واحد منهم، وبقى حد مهم منهم. هو ده اللي بيتقال. اذا هنا بقى لا، ده الجامعه التكنولوجيه بتديك التخصص ده في التعليم. يعني هي بتديك تخصص دراسي، بقيت انت دراسيا مؤهل. طب والجزء التاني بقى، اللي ليه علاقه بالاكسبيرينس الواقعي، انت بتشتغل على نفسك فيه. لكن لو ما اشتغلتش على نفسك فيه، ما تجيش بقى تقول انا مش لاقي فرصه في الشركات دي، لان انت لم تبقى ما حققتش الريكويرمنتس او المتطلبات ان انت تشتغل فيها في المنطقه دي. بما ان جت سيره الشغل بقى، خلينا نتكلم عن المرتبات. ايه اول مرتب اتوقعه طالما انا حد لسه فريش لسه خارج، بس عندي بعض الاكسبيرينس وعندي بعض البيزكس اللي ممكن نبني عليها؟ هرجع اقول لك برضو، الراجل ده قدم على شغل في شركه ايه، شركه انترناشونال ولا شركه لوكال، حجم الشركه اللي عاملها، حجم شركه صغيره ولا شركه كبيره. الكلام ده كله ما بتتقاس كده. كل شركه على حسب حجم المشروعات اللي مع الشركه دي، على حسب الشركه نفسها، القطاع اللي بتشتغل فيه شكله عامل ازاي. هل الشركات اللي شغاله في قطاع معين مثلا ثري زي الشركات اللي شغاله في قطاع تاني؟ لا. فهي كل حاجه وليها حاجه. لكن وما اسمهاش اصل هي مش وصمه عار، اصل انا خريج جامعه تكنولوجيا. لا بالعكس، ده حاجه الدوله بتساعد عليها، او حاجه اما بقوا عامل شراكه مع قطاع صناعي كبير، مع مصانع كبيره، اما عامل شراكه مع دول. اما احنا شايفين الصين دلوقتي بتتعاون في التعليم التكنولوجي ما بينها وما بين الشباب بتوعنا، وكوريا وشايفين ان الجامعات في ما بينهم شراكه دايركت ما بينهم. اذا الطالب ده بقى اكتسب مهارات معينه العالم كله بيتكلم عنها، مش مصر بس. يعني انا ممكن يبقى ده يد عامله نقدر نصدرها لكل دول العالم، مش المصريين بس. ولكن ما تجيش تقول لي بقى طب هو هيقبض كام؟ طب ما هيقبض كام ده هو شغال في شركه شكلها عامل ازاي، حجمها عامل ازاي؟ هل ما هو ده برضو، ده برضو ارجع اقول لك ده جزء من الرزق.
يعني ده حاجة فيها ممكن واحد يلاقي فرصة في أول ما يتخرج في شركة انترناشونال، واحد تاني يلاقي فرصة في شركة. بس هنا بقى مع الاستمرارية والصبر والاجتهاد هو بيرقي نفسه بنفسه، بيطلع من البوزيشن ده بيرقي نفسه بعد سنتين ثلاثة للبوزيشن ده لغاية ما يوصل للمكان اللي هو عايز يوصل. ناس كتير بشوفها كاتبة كده ورق: أنا هشتغل في شركة رقم كذا لما أبقى سنة كذا، وبنلاقي ان هو ما جيش اشتغل في الشركه يبتدي يحط الورقه اللي هو كان حاططها مثلا من 10 سنين ان هو ده كان حلمه، ولقى فعلا ان هو اشتغل في الشركه دي. اذا يا جماعه احنا بنحلم، والحلم ده ربنا بيساعد الناس اللي بتحلم وبيساعد الناس المجتهده، هو ده اللي بيتقال. لكن ما يتقالش انا خريج جامعه تكنولوجيه، انا مش عايز اتقال كده. لا بالعكس، الجامعه التكنولوجيه جامعه جميله، وجامعه شغاله على فكر معين، وشغاله على انها تسد جاب معينه موجوده في السوق. لكن هنا بقى سؤال: احنا حققنا الموضوع ده بان الجامعه اتوجدت، لكن هل الطلاب هل عندها الدافع ده؟ هو ده اللي احنا بقى الهدف من يعني من الحلقه. انا شايف ان انت تشتغل على نفسك، انت تبقى عندك الدافع، تبقى عندك الهدف، انت بتطور نفسك بنفسك. ان انت دلوقتي شغال، طب انت شغال لقيت الشغل اللي انت جايب ده محقق النتيجه اللي انت كنت تترجاها؟ لا لسه. يبقى ايه اللي يخليك تترقى للدرجه الاعلى؟ ان انا يبقى عندي المهاره دي، يبقى اشتغل على نفسي بالكورس ده ان انا ابتدي اجي اقول بقى والله جامعات تكنولوجيه اللي انا شايفها دلوقتي تفتقر في الكورسز واحد اتنين تلاته واحنا عايزين نزودهم. هو ده اللي انا ابتدي ازاي الاقي نفسي واحد من اهم الناس اللي شغاله في الجزء ده، سواء كان شغال في الجزء التكنولوجي او شغال في الجزء الصناعي او في قطاع الملابس. احنا شايفين دلوقتي مدينه في المحله الكبرى، يعني هتبقى من اكبر المدن لصناعه الملابس في العالم كله، وهي ما كانت وما زالت ان شاء الله هتستمر. ايه رايك؟ نوت جود. ليه؟ سقطة منصة وسقطة تعبير وجه ومنصه. انت منصة. نسيت دي مشكلة. يلا بس خلي بالك برضه الناس عايزة تسمع رينج عشان تفضل مستريح. ما انا عايز، ما انت 15 بس شغال في شركه ايه؟ بس هو كلامه يعني منطقي مش فعلا. شغال في اوراسكوم زي شغال عند عبده حتاته؟ ما هو ده في حته وده في حته، دي في مجال وده في مجال، ده في حته وده في حته. انت شغال في قطاع شكله عامل ازاي؟ دلوقتي بقى كطالب تكنولوجيا، يعني انا واحد هتخرج كمان كام شهر، ايه اهم 3 حاجات اعملهم عشان فعلا السوق يبقى محتاجني، او انا ابقى حد جاهز ان انا ادخل في السوق يبقى ليا فرصه فعلا؟ والله انا دايما وانا طالب حتى كنت مثلا وانا في سنه اولى اتصالات ابتدي اشوف، يعني اما جيت اتخرج كانت شركه اتصالات مصر دي ابتدت تبقى موجوده في السوق. فكنت ابتديت اشوف خدت كل اللي خريجي الاتصالات في مصر، طب ايه هم عشان تاخدوهم تشتغل فيهم كان ايه متطلب الشركه؟ فدخلت على جوب ريكويرمنتس او متطلبات العمل في الوظيفه دي، وعرفت واحد اتنين تلاته اربعه. دلوقتي بحسن حظ مع التقدم اللي احنا فيه، ما عندنا منصات زي لينكد ان، بقى عندنا منصات كتيره جدا ناس بتساعد اصلا ان كل وظيفه ازاي تأهل نفسك فيها، زي اللي حضرتك بتعمله دلوقتي ده، ان انت بتساعد زملائك في مجالك في جامعتك، المجموعه اللي مهتميه بالجزء ده: يا جماعه احنا موجودين، ويا جماعه احنا هنأثر في السوق، ويا جماعه احنا لينا شغل، ويا جماعه احنا جامعه الدوله مهتميه بينا. فانت اللي انت بتعمله ده هو نوع من يعني التثقيف، يعني معرفه. فده نفس الفكره. انت حضرتك دلوقتي في تخصصك ايه؟ تخصصي كذا، بخش على لينكد ان بشوف الوظائف الناس دي بتشتغل ايه. وخلي بالك في ماده من ضمن الكورس سيلبس او المحتوى العلمي للجامعه ان انت تعمل كده، ان انت تبتدي ايه الوظائف المتاحه للطالب ده او للقسم ده. طب واجيب الوظائف دي ازاي تقدر تقدم عليها كجوب اوفر، وايه اللي هيبقى ناقصك، وايه اللي انت محتاج تتعلمه، وايه 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 وايه. كل ما تلاقي نفسك عندك اسئله، الاسئله ما بتخلصش والتعليم ما بينتهيش. فانت محتاج تطور 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 طول ما انت قاعد. اللي قاعد في نظريه كده حتى بيقول لك ايه، نظريه تعليم بالاكيوميليتيف ليرنينج، اللي هي التعلم التراكمي. اللي هو ايه؟ واحد بالليل قبل ما بينام بيجيب قصه بيقرا فيها صفحتين، خلال 365 يوم قرا حوالي 800 صفحه، قرا كتاب. زميله اللي جنبه ما بيعملش كده، فما يعرفش ايه محتوى ال 800 صفحه. 800 صفحه دول اتاثروا عليه فكريا وعاطفيا ونقدا، واداله معلومه. فده التعلم. اللي بيصحى الصبح يقرا الجرانين زي ما بيقول زمان، هل زيه زي اللي بيصحى الصبح يشوف الجوب اوفرز اللي موجوده في الشغلانه بتاعته على مستوى العالم، هل زيه زي اللي قاعد في البيت؟
اللي حاول 100 مره زي اللي ما حاولش خالص. احنا حتى الطلاب في ابتدائي بندرس لهم ايه؟ لهم ان الراجل اللي اخترع الكهرباء ده عمل مش عارف كام الف محاولة عشان يخترعها، وفي رقم كام نجح في اديسون، نجح في رقم 3000 بعد 3000 محاولة فشل. هو ده الطبيعي، هو ده اي حاجة. انما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم ان انت تفضل قابل للتعلم. كل ما انت استعدادك للتعليم موجود، كل ما انت هتبقى موجود في السوق. وبرضه ازود، لا وسع دايرتك. يعني ما تجيش في ناس مثلا بتيجي بحكم قسمي مثلا صالات والكترونيات او كوميونيكيشن انجينير، بيبقوا مركزين انا هشتغل في الموبايل فيلد. لا يا جماعه، وسع شويه، خلينا في الموبايل فيلد والانترنت سيرفيس بروفايدرز يعني وسع المجال لنفسك، بحيث لو ما لقيتش في التراك ده تلاقي في التراك تاني. اعرف اساسيات في كل التراكس، ابتدي وسع مهاراتك في اكتر واكتر. هو ده مش تقريبا ممكن يقودنا للتشتت؟ يعني انا دايما كنت اسمع ان التركيز دايما هو بيوصل بص، انا اكتر. عندي مبدأ برضو في الحياة. انا ما اعرفش ان هتخرج بكره هشتغل في الشركة دي ولا الشركة دي ولا الشركة دي. بس انا كاحمد او كخريج لسه هطلع، انا لقيت شركة في شركة موبايل عاملة جوب اوفر، اروح اقدم عليه. فلازم يلاقيني على الاقل محقق المينيمم ريكويرمنت، مش شرط اشطر واحد في الموضوع ده. طب لقيت ان السوق كله الفيلد ده هو اللي طالب اكتر ناس، هبتدي اتخصص اكتر. لكن انا عايز اقول ان انا ادي لنفسي availability، اتاحه ان انا اقدم هنا واقدم هنا واقدم هنا واقدم هنا، لان انا عايز اشتغل. دايما الطالب اللي بيخرج وبيشتغل بيلاقي نفسه ان هو حقق ذاته، بيبقى ليه كيان في اسرته، بيبقى ليه كيان في بيته في شرعه، بيبقى ليه كيان شخصي، بيبقى هو واخدها تحدي. انا هخرج من دلوقتي انا جونيور انجينير، هبقى سينيور انجينير، هبقى مانجر، هبقى ويبقى عنده تحدي ذاتي للتعلم. هو ده اللي احنا بنقوله. انت لو استسلمت هتلاقي نفسك ضعت، لكن توسع شويه تلاقي نفسك، تلاقي قبلت هنا، اترفضت هنا، اترفضت هنا، فاخدت خبره الانترفيو ده، عرفت انت اترفضت ليه. واحده واحده تلاقي الدنيا مشيت معاك. والله يا دكتور كانت حلقة جميلة، يعني انا اتبسطت فعلا بوجود حضرتك. شرفتني جدا النهاردة، وفعلا يعني اجابات حضرتك كانت مقنعة جدا لينا وهتساعدنا. فان شاء الله استنونا في حلقة جديدة من تيك زون، ومع دكتور احمد فوزي برضو لسه معانا حلقات كتير يعني يا دكتور شرفني هنكمل فيها. وسعدني، شرفني وسعدني.